طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. إحنا النهاردة نستكمل فيها الكلام عن معايير تقييم العقار، فهي سيشن موجهة بشكل مباشر للبياعين العقاريين. هنراجع سريعا اللي إحنا خدناه في السيشن اللي فاتت، ونبدأ إن شاء الله في استكمال السيشن. يعني قلنا إن العميل إزاي بيشوف العقار. قلنا إن لازم نفكر في العقار زي ما بيفكر العميل بتاعنا من وجهة نظره. ودي نقطة مهمة جدا. يعني أي بياع لازم يبقى عنده حاجة اسمها التقمص العاطفي. التقمص العاطفي معناها إنك أنت بتفكر مكان عميلك، بتفكر نفس طريقة تفكير عميلك، بتشوف اللي شايفه. دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن احنا للأسف كلنا كبشر عندنا حاجة اسمها لعنة المعرفة، بتخلينا يعني نفترض ان اللي قدامنا فاهم اللي احنا بنقوله او اساسيات اللي احنا بنقوله، وده مش حقيقي. وتاني نقطة، عندنا قصر نظر التسويق. احنا من كتر ما احنا مركزين في العقار فاحنا مش فاهمين او مش شايفين مين العميل. والعميل يا جماعة هو اهم حاجة بالنسبة لنا كلنا. العميل هو اهم حاجة. لازم تفكر، لازم تصحى وتنام بتفكر في العميل، تفكر الناس بتشتري ليه، بتشتري ازاي، شايفة العقار ازاي. تمام كده؟ طيب، وقلنا احنا لازم نتكلم بنفس اللغه اللي بيتكلمها العميل وبيفهمها العميل، وهي لغه الفوائد. فلازم تحول الخصائص الى فوائد. ولازم طول الوقت تزود الفاليو المدركه، القيمه المدركه في ذهن العميل. وقلنا ان العملاء بتختلف. المثال، فاكرين المثال بتاع القلم؟ فاكرين المثال بتاع القلم يا شباب ولا مش فاكرينه؟ تمام. المثال بتاع القلم قلنا ان لو انا ببيع قلم مثلا، او ان انا بشتري قلم، فانا ليه تقييمات مختلفه وتختلف التقييمات دي بالنسبه لكل عميل. فكل عميل ليه الاولويات بتاعته. فانا لازم اكون انا كبياع فاهم كويس ان مش كل العملاء زي بعض. الست حاجات اللي اتفقنا عليها، ان العملاء لا تتطابق مع بعض، ان العملاء ممكن تتشابه في حاجات وتختلف في حاجات، وان العميل نفسه بتتغير الصفات او التقييمات بتاعته واولوياته بناء على الموقف الشرائي بتاعه. يعني في حاجه اسمها موقف شرائي. يعني في حاجه اسمها اختلافات فرديه وفي اختلافات شرائيه. لازم تفهم ده. يعني العملاء مش كلهم شبه بعض، دي حاجه. تاني حاجه ان حتى نفس العميل بيتغير حسب الموقف اللي هو ايه، اللي هو فيه. فانا لو بشتري عقار عشان اسكن، غير لما اشتري عقار عشان استثمر، غير لما اشتري عقار عشان ابويا عايز يستثمر، او انا واخواتي داخلين في شقه، او انا واصحابي داخلين في مكتب او سيرفيس ابارتمنت مثلا، غرفه فندقيه. كل واحده من دول ليها طريقه تفكير مختلفه تماما. لان ده الموقف ايه اللي اتغير دلوقتي. يعني ايه اللي اتغير في اللحظه دي؟ اتغير العميل ولا اتغير الموقف الشرائي؟ الموقف الشرائي هو ده اللي اتغير. لازم تبقى فاهم ان الموقف الشرائي لما بيتغير بتتغير اولويات العميل. مش كل العملاء زي بعض. مش كل العملاء. يعني في مره كان في واحد من ولادي، كنت انا ساعتها استشاري في شركه من شركات تطوير عقاري في التجمع الخامس، وكان معايا حد من الولاد، فبيقول لي ايه، بيقول لي في جات لي في الداتا عميل راجل سعودي ومقيم هنا في مصر وبيشتري من كومباوندات بس. هو قال لي كده بيشتري من كومباوندات بس. ايه اللي يخليه يشتري مننا؟ كنا احنا شغالين في منطقه بيت الوطن في التجمع الخامس زمان جدا، يعني كان ده في 2018. فقلت له طب تعالى نفكر مع بعض، الراجل ده ممكن يشتري منك ولا لا؟ قال لي لا، ما يشتريش مننا طبعا، هو بيشتري من كومباوندز بس. فقلت له لا، ممكن يشتري منك، بس هيشتريها كايه بقى؟ يشتري كاستثمار. عارفين يا جماعه البياع ده ساعتها باع كام شقه؟ باع 3 شقق للعميل ده، اشترى منه 3. طبعا عمل اوفر اتشيفمنت وبقى جامد جدا الشاب ده، مع انه قبل كده كان ايه، صفر 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 صفر، يعني كان مصفر يعني. طب ايه اللي خلاه بقى؟ يعني ايه الفكره بقى؟ ان انا بس مجرد كلمه قلتها له، قلت له ايه، قلت له ممكن يشتري استثمار. فبص لي كده قال لي صح ممكن. قلت له حلو، العب بقى على الحته دي. لما لعب عليها طبعا فضلنا ماشيين مع بعض في خطوات، لغايه الراجل اشترى فعلا، جه الشركه واشترى 3 شقق. فالبياع الشاطر يا جماعه اللي يفهم الموقف الشرائي. مش شرط ان انا اشتري منك نفس الحاجه عشان طبيعتي كده، في طبيعه مختلفه وفي موقف شرائي مختلف. اهم بقى نقطه في الموضوع انك انت لو ما عرفتش تبين القيمه الموجوده في العقار بتاعك، العميل هيوديك فين ويزنقك فين؟ زي ما قلنا السيشن اللي فاتت، السعر. بالظبط كده. فهتبقى انت مزنوق في حته السعر لو انت ما وضحتش القيمه الموجوده في المنتج اللي انت بتبيعه. زي ما قلنا قبل كده ان القيمه المدركه تساوي المكسب ناقص الالم. فلازم تزود المكسب. قلنا المكسب اللي هو ايه؟ كل القيمه التي يحصل عليها العميل او كل الفايده التي يحصل عليها العميل من قيمه من حصوله على العقار. يعني هو لما يشتري العقار، لما يمتلك العقار، ايه الفايده اللي هيستفيدها؟
دي مجموعها بقى هو القيمه، هي المكسب اللي بيستفيده. طب ايه الالم بقى؟ هي كل التضحيات التي يدفعها العميل في مقابل الحصول على القيمه دي. طب ايه التضحيات اللي بيبذلها العميل؟ اول حاجه السعر، تاني حاجه الوقت، تالت حاجه المجهود. عشان كده يا جماعه الكلمه دي انا قلتها في 2022، كتبت كده بوست على جروب سوسايتي وقلت لهم يا جماعه الفوري الوحش هيتباع احسن من اللي تحت الانشاء الكويس. متخيلين ده؟ قلت الجمله دي. طبعا في ناس دخلت وازاي يا استاذ احمد ولا، والناس عايزه تشتري اللي عايز تشتري اللي تحت الانشاء. قلت له يا باشا براحتك، هي بتشتري تحت الانشاء ما اختلفناش، بس الفوري الناس هتشتريه اكتر حتى لو كان وحش. ليه بقى؟ ايه بقى في المعادله دي اللي كان بايظ عند العملاء؟ المخاوف كانت عاليه جدا، كانت عاليه جدا المخاوف عندهم، وفي نفس الوقت هو خايف من حته الوقت والمجهود. حته الوقت بالذات، الحته بتاعت الوقت، عنده مشكله في حته الوقت. هو خايف بعد سنتين هيحصل ايه؟ ما انا بشتري منك حاجه تحت الانشاء، بسم الله الرحمن الرحيم كده سنه سنتين استلمها صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده غالبا سنتين، لان لو في سنه قدامي عشان استلم غالبا انت بدات في الانشاءات. فانا قدامي دلوقتي حاجه انت بتقول انها قدامها سنه، قدامها سنتين. سنتين دي الله اعلم هيحصل ايه. اسالكم كلكم يا جماعه سؤال دلوقتي، العالم احنا دلوقتي في كام؟ في 12 2025، 12 2024، 24 سنه واحده اهي. انت حاسس ان مش حاسس ان السنه دي طولت قوي؟ يعني مش حاسس ان 25 دي مطوله قوي معانا واحداث كلها وطالعه ونازله فانت، انا مش عارف هيحصل ايه، انا خايف اصلا. فعشان كده يا جماعه مهم جدا انك تستوعب الكلام ده. طب هل ده معناه ان العملاء مش هتشتري؟ لا هتشتري وكل حاجه، وهتبقى وهتبيع وهتقفل وهتاخد العموله بتاعتك وتبقى زي الفل. امتى؟ لما تفهم يعني ايه كلمه مكسب ويعني ايه كلمه قلم. طيب زي ما اتكلمنا ان طبعا امتى العميل بيشتري؟ لما المكسب يبقى اكبر من القلم. وقلنا هل العميل عارف هو عايز ايه؟ ليس بالتحديد. اكتب الكلمه دي، العميل مش عارف اللي هو عايزه بالتحديد، ولا عارف اللي انت بتبيعه بالتحديد. تمام؟ محتاج حد يشرح له هو محتاج ايه. حد خد باله يا جماعه؟ ايه دي الفكره، انا نفسي مش عارف انا محتاج ايه. هو انا خبير عقارات؟ انا مش خبير عقارات. لو انت بقى شاطر دي بقى اللعبه بقى، واحنا عشان كده بنطور نفسنا في المبيعات ليه يا جماعه؟ لان احنا محتاجين نفهم العملاء، محتاجين نعرف المفروض نعمل ايه عشان نقدر نبيع لهم بالشكل الصحيح. واتكلمنا على معايير تقييم العقار. احنا وقفنا عند معيار الخدمات ده، اللي احنا اتكلمنا عن السبع معايير دول. اول حاجه اتكلمنا عن الهدف من الامتلاك، وقلنا ان في اكتر من هدف للامتلاك. اول هدف هو السكن، تاني هدف هو التشغيل، تالت هدف هو المتعه طبعا في العقار الساحلي والكلام ده كله، تالت هدف هو الاستثمار. تمام كده؟ طيب السكن هو ايه؟ ان احنا عايزين ننتقل لمستوى اجتماعي افضل، ناسس او نكبر او نستقر كاسره في تحقيق المتطلبات بتاعتهم. في واحد عايز ريسبشن كبير، في واحد عايز مطبخ كبير، في واحد عايز مش عارف كذا، دي طلبات معينه. وصناعه مستقبل افضل لاولادي. وزي ما قلنا ان المكان اللي انت بتسكن فيه غالبا بيأثر على كل قرارات المستقبل بتاعت ولادك. المكان اللي بتسكن فيه غالبا بيأثر بنسبة كبيرة جدا على قرارات، على مستقبل ولادك، صحابهم وشراكاتهم وشغلهم والكلام ده كله. يعني انا عايز اقول لكم مثلا على حاجه، امبارح كنت بعمل انترفيو في شركه انتر سولار بتاعه الطاقه الشمسيه. فجالنا بياع شاطر جدا 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 ما شاء الله. الراجل ده عنده شقه في حدائق اكتوبر والشركه في مدينه نصر. فقلت له مش شايف انها مسافه كبيره؟ فقال لي اه والله للاسف يعني، ومراتي كمان شغاله في التجمع. قلت له كمان؟ عارف انت، فالراجل ده يا جماعه بالمناسبه ممكن قراراته في الحياه تتغير بسبب ان هو بعيد مثلا عن التجمع ومدينه نصر. حياته هتبقى محدوده جوه فين؟ جوه منطقه اكتوبر وزايد. انتوا متخيلين ده ولا لا؟ فانا قلت له يا حبيبي انت عشان تشتغل انت معظم شغلك فين اصلا؟ قال لي معظم شغل مدينه نصر والتجمع انا وزوجتي وكده. قلت له طب هات شقه في هنا، ما تروحش ما تعيش هناك. فاهمين قصدي يا جماعه؟ فانت والسكن بتاعك ده بيفرق في حاجات كتير، بيفرق في حاجات كتير. اتكلمنا عن السعر ونظام السداد، وقلنا ان السعر ده هو اكبر تضحيه بيقدمها العميل مقابل الحصول على القيمه اللي بيستفيدها من العقار. وقلنا ان في حاجه اسمها السعر الاجمالي، وقلنا ان في حاجه اسمها نظام السداد اللي هو المقدم والقسط والدفعات. بالمناسبه يا جماعه ايه اهم عنصر في نظام السداد بالنسبه للعملاء من الثلاثه دول؟ المقدم او القسط او الدفعات؟ مين اهم عنصر من الثلاثه؟
اهم عنصر من الثلاثه هو الاقساط، لان القسط ده يا جماعه هو اللي بيتاخد من لحمه الحي كل شهر. تخيل انك انت اقل قسط عندك كام؟ يعني اي حد من حضراتكم اقل قسط شهري في اي عقار بيبيعه كام؟ هتلاقي مثلا 40 50 الف جنيه، صح؟ ده اقل حاجه، بتكلم على مينيمم اقل حاجه. طبعا احنا معانا ناس من عقارات مختلفه، يعني في ناس معانا من بره القاهره اصلا، ممكن يبقى القسط بتاعك ممكن يوصل مثلا لغايه 30,000 جنيه و40,000 جنيه، فنقول المتوسط بتاعنا 50,000 جنيه. ال 50,000 دي تخيل انها بتحصل ايه كل شهر؟ تك، بتتاخد مني 50,000 جنيه لمده بقى قد ايه؟ 8 سنين. من اول 5 سنين مثلا، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، لغايه 10 سنين و12 سنه. متخيل بقى ان الرقم ده ايه؟ كت، بيتاخد كل شهر. ده اكتر حاجه بتوجع العميل، صح ولا انا غلطان؟ اكتر حاجه بتوجع العميل هي ايه؟ هي القسط الشهري. المقدم ده خبطه، يعني هو بالك كده بيروح مخبوط منك مره واحده. الدفعات دي حسب النظام التحويش بتاعك، حسب نظام الايه، مثلا المكافآت اللي بتاخدها، توزيع الارباح مثلا لو انت في شركه، الحاجات دي كلها. فالدفعات ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون ألم برضه بس اقل كألم، لكن اكبر ألم هو ايه؟ القسط الشهري. تمام؟ عشان كده دورك انت كبياع انك تعمل الحته الاخيره دي، هي تخطيط الدخل ورأس المال. ازاي تخطط مع العميل بتاعك لما توصل معاه لعلاقه ثقه، انك انت تعرف تخطط ده. طب هو بقى كعميل لو قدر يخطط ده يا ريت، من غير ما يدخلنا معاه في الحته دي. تمام؟ وبالمناسبه برضو، ايه اللي بيخلي العملاء تقول لك انا عايز ابيع الشقه، انا مش قادر ادفع؟ دايما بيقول لك مش قادر ادفع الايه؟ القسط. بالظبط، أنا مش قادر ادفع الاقساط. دايما دايما العميل يقول لك انا مش قادر ادفع الاقساط. عمرك سمعت حد بيقول مش قادر ادفع دفعه؟ مش قادر ادفع مقدم؟ دايما انا مش قادر ادفع الايه؟ الكلمه الدارجه على اللسان، انا مش قادر ادفع الاقساط. حد خد باله يا جماعه؟ فالقسط هو اهم عنصر بالنسبه لك وانت بتتكلم مع العميل. فحتى الكلمه اللي دايما بنقولها، ايه تعريف العميل بتاعك؟ الناس اللي حضرت معانا اكيد سيشن قبل كده عارف الكلمه دي كويس قوي. ايه هو العميل بتاعك؟ من هو عميلك؟ هو من يزيد دخله عن 3 اضعاف اقل قسط لعقار ابيعه. اكتب التعريف ده، ده عميلك. فانت بتبيع عقارات الاقل قسط فيها 50,000 جنيه، يبقى الراجل ده دخله كام؟ مينيمم 150,000. انت بتبدا من هنا. طبعا العقار بتاعي اصلا القسط بتاعه 100,000، يبقى انت بتبدا من واحد مينيمم بتاعه 300,000 جنيه في الشهر. البيزك، مش البيزك وكوميشن، البيزك السالري اللي بيطلع مباشر من الشركه بتاعته، غير العمولات. لما يا جماعه نعرف نفهم التعاريف دي بنرتاح، مش بتعرف ان هو عميلك. فاهمين قصدي؟ اللوكيشن طبعا واحد من اهم المعايير بالنسبه لتقييم العقارات. وكلمه لوكيشن دي ليها 4 مكونات. المكون الاول هو المناطق الحيويه اللي حوالين اللوكيشن نفسه بتاع المشروع او الكومباوند او المول او ايا كان. المحاور المركزيه اللي بتسلمك للمكان ده، هتوصل في وقت قد ايه، هتتحرك ازاي من اي مكان قريب منك. وثالث حاجه المرافق التي تجذب السكان، زي ايه؟ الجامعات، المستشفيات، كذا، الحاجات دي مهمه جدا. رابع حاجه مستوى المجتمع اللي حواليك، ده بيفرق معاك في السكن، بيفرق معاك في التشغيل، بيفرق معاك في التأجير، بيفرق معاك في كل حاجه. بيفرق معاك سكني، بيفرق معاك ساحلي، بيفرق معاك تجاري. ال4 عوامل دول مهمين جدا جدا جدا. طيب، وزي ما قلنا الاطلاله او الفيو، الحاجه اللي انت شايفها من جوه الوحده، يعني انت قاعد جوه وشايف بره. الناس زي ما قلنا قبل كده بتدفع فلوس عشان المنظر اللي بتشوفه كل يوم، وبيشوفوا ولاده كل يوم. لانك انت لو انا مثلا كشخص، انا بعيش في الشقه اللي انا عايش فيها دي، وقاعد فيها انا واولادي، انا بعيش فيها مثلا على قد النوم حرفيا. لكن ولادي عايشين اليوم كله، يعني بيروحوا المدرسه ويرجعوا تاني، فهم عندهم عدد ساعات اطول مني. فانا بختار لاولادي المنظر اللي بيشوفوه كل يوم. فدي اسمها ما ترى من داخل الوحده السكنيه او التجاريه او الساحليه. لان انا لو انا موظف، او انا شغال جوه شركه، او شغال جوه محل، او شغال جوه مطعم، انا برضو بيفرق معايا انا شايف ايه، واللي قاعد جوه المطعم بيفرق معاه وشايف ايه. يعني الكاستمر نفسه اللي جوه المحل، في ازاز، هو شايف ايه من الازاز ده. يا جماعه الايجارات بتطير بسبب ان المحل ده واخد مثلا ناصيه على اللاندسكيب مثلا بتاعت المول. صح يا جماعه ولا انا غلطان؟ لو المطعم ده بقى مثلا واخد جنب كده وباصص على حيطه، هتلاقي سعره ماله وايجاره ماله، بينزل على طول. ليه؟ لان العميل مش هيبقى مبسوط وهو قاعد جوه.
في نفس النقطه برضو بتسمع معاك في حاجه اسمها مدى التميز. لو انت قدامك بلان لمول، مش بتلاقي فيه وحدات معينه سعرها اعلى من وحدات تانيه مع ان دي جنب دي؟ اشمعنى بقى؟ لان الوحده دي بصه على الوسع، بصه على اللاندسكيب، بصه على النافوره اللي في وسط المول. لكن الوحده التانيه بصه على ظهر وحده تانيه. صح يا جماعه ولا انا غلطان؟ تلاقي السعر راح طاير سنه، طالع سنه. ليه؟ انا بعت تميز هنا، بعت تميز. خدت بالك؟ فدي نقطه مهمه جدا انا بختار العقار. طيب، التصميم الخارجي، الوحده دي شكلها ايه من بره؟ يعني انا من جوه، انا بره الوحده ببص عليها هي. فولا مثلا لو بتكلم حاجه سكني، الحاجه اللي انا بشوفها انا واولادي كل يوم وانا مروح، او اللي بيشوفها ضيوفي وزواري. الناس يا جماعه بتدفع فلوس عشان شكلي قدام الناس يكون حلو. صح ولا انا غلطان؟ فده بيفرق في التميز برضو. بيفرق كمان في تصميم الكومباوند. لو انا مثلا ببيع كومباوند، في لاندسكيبس موجوده، في خدمات موجوده، في تقسيمات من الحركه، بيفرق جدا. في مثلا كومباوندز بتبيع بان انا مش عامل لك شوارع في الكومباوند، انا كل الشوارع بتاعت الكومباوند تحت الارض، فمفيش عربيه واحده تلاقيها ماشيه، الاولاد يخرجوا يلعبوا براحتهم، مفيش حوادث، مفيش. دي حاجه بنبدع بيها. فهمت قصدي؟ ودي بيفرق جدا في تقييم العميل للعقار بتاعك. كمان بيفرق مع العميل حاجه اسمها المساحات والتقسيم. ازاي اقدر استغل المساحات والتقسيم للوظائف اللي انا عايزها من الوحده؟ لو انا بشتري حاجه هسكن فيها، فانا مثلا عايز، انا عندي ولاد وبنات، يعني انا عندي عبد الرحمن وعندي رقيه، فانا عايز غرفه لعبد الرحمن وعايز غرفه لرقيه غير الغرفه بتاعتي انا وزوجتي. فانا محتاج 3 غرف، هعمل دي كذا وهعمل دي كذا. ممكن اصغر شويه، ممكن اصغر شويه مثلا غرفه رقيه عشان لسه صغيره، بس هي هتكبر في يوم من الايام، فلا اجيب لها برضو كبيره، البنات بقى وتلعب وتعمل وتلون والولاد بقى نملى له الاوضه بقى حديد وكور وحاجات زي كده. تمام. ونقعد بقى ايه، نفكر في الوظائف بتاعت الوحده. طب انا هستخدمها كتشغيل، فانا عايز مثلا لو انا عياده مثلا عايز غرفه بتاعت الكشف وعايز غرفه بتاعت استقبال. حاجه اسمها استخدامات او وظائف استخدام الوحده. وكمان طبعا بيفرق نسبه التحميل، النسبه دي بتزيد في المول ده ولا لا، بتزيد في المشروع ده ولا لا. وطبعا ارتباط المساحه بالسعر، واحده من اهم العوامل اللي بتغير سعر الوحده على طول. هي ليه؟ هي المساحه بتاعتها. لان معظم العملاء بيعرف سعر المتر، بيروح ضربه في المساحه تلاقي رقم مختلف تماما. طيب، سابع حاجه زي ما قلنا الخدمات، خدمات الامان والرفاهيه والخصوصيه في السكن، وبنزود عليها الفندقه او الحاجه الفندقيه زي النظافه والاكل والشرب واللوندري والحاجات دي كلها. ده في السكني والترفيهي. اما بقى في التجاري فطبعا عندنا مجموعه خدمات تسويق بتتقدم للوحدات الموجوده، زي توزيع الانشطه، تخطيط رحله تجربه المستهلك، والتعاقد مع بعض البراندات اللي بتجذب العملاء للمول نفسه. وقلنا خصوصا انشطه الاسره والترفيه، زي ما قلنا قبل كده ان اهم عميل عندك هو الاطفال من 0 ل 3 سنين، ده اهم عميل في التاريخ. بعده بقى لغايه 7 سنين، بعده لغايه 14 سنه. فعشان كده الناس، يعني انا شخصيا حافظ مولات مصر كلها. انا ما بحبش المولات دي، بس انا مثلا انا اولادي بيحبوا مول سيتي سنتر الماظة. انا ما بطيقش المول ده، بس هم بيحبوه. ليه بقى؟ عشان ماجيك بلانت اللي جوه اللي فيه العاب بالنبي. انا والله ما بحب المول ده، بس هو بيقول لي لا عايزين نروح ماجيك بلانت، خلاص هروح ماجيك بلانت معاه عادي جدا. تمام. طب انا بحب بقى، انا شخصيا بحب سيتي ستارز، فهعمل ايه؟ هجبرهم يروحوا لا هم بيحبوا الالعاب اللي هناك، ما بيحبوش الالعاب اللي هناك. تمام. يعني اي نعم في مره مثلا ممكن انتصر ولا حاجه، بس في الغالب هم اللي بيغلبوا يعني. خلاص. انا كده كبياع لازم افهم ده، ان دي الانشطه اللي بتجذب العملاء جوه المول. طيب، في حاجه بقى اسمها التشغيل، زي اداره التاجير والصيانه، التننت مانجمنت، وبعض الناس بتسميها فاسيلتي مانجمنت، ده صح وده صح. وفي حاجه اسمها الامان السكيورتي، وفي النظافه وتوزيع الاسكليتورز والاليفيتورز، واداره الخدمات الحياتيه اللي جوه المول، زي مثلا غرف تغيير الملابس، مثلا غرف الامهات مثلا مع الاطفال، المساجد، عدد المصليات والمساجد بيفرق، عدد التويلتس بتفرق. انا ما بحبش بالمناسبه سيتي سنتر الماظه، لان في تويلت في الطرف يعني في اخر الدور، تويلت واحد كل دور. فعشان مثلا انا قاعد في حته وعايز مثلا اخش التويلت وارجع تاني، حرفيا عذاب، عذاب. وده حصل معايا في موقف. انا كنت معزوم في مطعم مع دكتور مدحت ياسين، كان عازمنا، وكنت عايز يعني ايه اخش التويلت واتوضى واصلي.
وهم يعني في حته كده في مطعم اللي هو كان ماسك الاداره بتاعته، وعازمنا وبتاع، وكان يوم جميل والناس قاعده وبتاع. حرفيا لما رحت اتوضى ورجعت تاني لقيت نص الناس كانت ماشيه، بسبب ان انا يعني طولت في المشوار. يعني عذاب حرفيا يعني. طيب، تامن حاجه، ده بقى نبدا من هنا نتكلم بالتفصيل اكتر. في حاجه اسمها مواصفات التسليم. جوده الحياه بتاعتك جوه الوحده مبنيه على بالبنيه التحتيه للعقار، الانفراستراكشر. يعني انت الحيطان اللي انت عايش فيها دي، جوده حياتك جوه الوحده دي هي في جوده الحيطان دي. الحيطه دي مثلا، يعني لو عشان بس الدنيا واسعه شويه، الحيطه مثلا اللي ورايا او الحيطه اللي جنبي، هتلاقي فيه طوب. الطوب اللي جوه ده جوده حياتي انا مبنيه على جوده الطوب ده. في بعض الشركات مثلا بتعمل عزل، فالعزل ده بيخلي الحراره ما تنتقلش من غرفه لغرفه، فتلاقي الغرف بارده في الصيف ودافيه في الشتاء. جوده التشطيب والمواصفات بتاعه التشطيب وجوده اللي انت بتستلمه، مثلا انت كورن شيل مثلا، ولا سيمي فينيشد، ولا فولي فينيشد، ولا فولي فيرنشد، يعني متشطبه بالفرش. طبعا دلوقتي غالبا ما بنشوفش الاختيارات دي، لان طبعا تكلفه التشطيب في بالنسبه لشركات التطوير العقاري بقت عاليه جدا جدا. فكتير من المطورين الكبار اللي كانوا بيسلموا زمان فولي فيرنشد او فولي فينيشد، دلوقتي بقوا يسلموا كورنشال، اللي هو بحاره وحلو زي ما بنقول. خلاص، في حاجه اسمها فولي فيرنشد، مفروشه بالكامل. وفي حاجه اسمها فولي فينيشد، يعني متشطبه بالكامل، ده مستوى اقل. في بعد كده سيمي فينيشد، متشطبه نص تشطيب. في بعد كده حاجه اسمها كورن شيل، اللي هو عباره عن المحاره والحلول. ده اقل مستوى خالص بتستلمه من اي مطور عقاري. فولي فيرنشد، وفي فولي فيرنشد، وفي فولي فينيشد، في سيمي فينيشد، وفي كورن شيل. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا جدا جدا، ونركز بقى مع بعض فيها: الضمانات القانونية. أنا دلوقتي واحد بشتري منك حاجة، العلاقة بيني وبين المطور هل بتنتهي لما استلم العقار، ولا مكملة معايا مدى الحياة؟ مكملة معايا مدى الحياة. فأنا عايز أفضل مبدئيا أنا عايز أعرف من أول ما بشتري لغاية ما استلم حقوقي والتزاماتي إيه. أنا كان من وجهة نظر العميل. تاني حاجة، بعد بقى ما استلم الوحدة، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فكل الحياة دي ليها شق كده أو جانب اسمه جانب قانوني. المشكله بتاعت الجانب القانوني ده ان هو ارخم حته في النقاش. احنا يعني في محاضره حل الاعتراضات في اعتراض كده مخصوص بتاع العقود، اعتراضات العقود، بنفند فيها الحته دي ونرد مبدا فكريا ازاي تعرف تتعامل مع اعتراضات العقد. فانت ايه بقى؟ اول حاجه، في حقوق وفي التزامات على المطور وعلى العميل. زي ايه بقى؟ زي المواصفات وميعاد الاستلام. لو اتاخرنا في لو اتغيرت المواصفات، لو اتغيرنا في ميعاد الاستلام، ايه اللي هيحصل؟ نظام السداد وغرامات التأخير، ايه اللي المفروض بيحصل لما اتأخر في السداد؟ ايه اللي المفروض يحصل على المطور لما اتأخر في التسليم؟ ايه اللي انا بمتلكه بالسداد؟ يعني هل انا بمتلك العقار بنسبة من الارض، ولا بمتلك العقار بس؟ هل انا بمتلك العقار وقدرة على اني مثلا استخدم خدمات معينة جوه الكومباوند ولا لا؟ الحقوق دي ايه اللي هيحصل لما ادفع الفلوس دي؟ خلاص، هل انا بدفع مثلا وبدفع وباخد مثلا بدفع صيانه علشان الكومباوند او عشان العقار اللي انا فيه ولا لا؟ كل التفاصيل دي. كمان في حاجه اسمها استخدامات الوحده في بعض العقود، وكتير من المطورين طبعا بيمضيك على انك هتستخدمها ازاي. انا مثلا ما ينفعش انك تغير لون الوحده من بره، ما ينفعش انك انت مثلا تهد حاجه غير لما ترجع لي، ما ينفعش انك انت تدخل اصلا مواد بناء في الكومباوند غير لما ترجع لي، ما ينفعش انك انت تغير نشاط الوحده غير لما ترجع لي. الحاجات دي كلها حاجه اسمها استخدامات الوحده. في كمان حاجه اسمها وضوح الحقوق والالتزامات. في عقود بتتفهم على طول، وفي عقود مكلكعه معقربه متنيله بنيله بتنفر العملاء. في كمان مدى المرونه في التعديلات، الشركه دي بتعدل وبتتغير وبتتناسب مع طلبات العميل، ولا هم قافشين على بنود معينه وطريقه معينه. فالكلام دي اسمها الضمانات القانونيه. تمام كده؟ حد عنده سؤال في الحته دي ولا الدنيا واضحه؟ كل دي معايير بيفكر فيها العميل بتاعك. يعني انا عايز اقول لكم مثلا في شركه من الشركات بتبيع بالعقد بتاعها بس، العقد حلو، العقد جميل، فبيخلي العملاء تشتري. طبعا مش بس يعني مش لوحده، يعني هو اكتر حاجه بتخلي العملاء تشتري ان العقد بتاعهم حلو قوي، فبيخلي العملاء فعلا مبسوطه جدا. في بقى شركات العقود بتاعتها رخمه، العقود بتاعتها رخمه جدا، فالعملاء ما بتحبهاش اصلا، ولا بتحبها ولا بتحب العقود بتاعتها. نيجي لواحده من اهم
المعايير في تقييم العقار، واحده من اهم المعايير، حاجه اسمها عمر المشروع. ايه بقى عمر المشروع؟ طيب اقرا معايا الجمله اللي تحت دي: كل عقار له 7 اسعار على الاقل. ركز في الجمله دي، هي طبعا الماتيريال عندكم، عايز تكتب الجمله دي اكتبها. كل عقار له 7 اسعار على الاقل، اولها هو اقلها واطول فتره سداد. كل ما المشروع بيتحرك في المراحل بتاعته، كل ما السعر بيزيد ونظام السداد بيقل. يعني ايه الكلام ده؟ قدامك حاجه اسمها عمر المشروع، الخط الاحمر اللي قدامك ده. اول حاجه خالص بنبدا بحاجه اسمها اللونش او اطلاق المشروع. تمام كده، دي نقطه، يعني النقط الكبيره الحمراء دي هي دي النقط الايه الرئيسيه. في حاجه اسمها اطلاق المشروع، في حاجه اسمها بدايه الانشاءات، وفي حاجه اسمها ميعاد الاستلام، في حاجه اسمها وقت نهايه سداد المشروع. فاول لقطه خالص حاجه اسمها اللونش، اطلاق المشروع، اللي انا بقول يا جماعه سلام عليكم، انا يا جماعه معايا مشروع. بالمناسبه، معظم المطورين امتى بيبدا اطلاق المشروع؟ لما يكون معاه سداد لمقدم الارض، دفع مقدم الارض وقدر على رسمه الارض دي يطلع عليها حاجه اسمها ماستر بلان، يطلع عليها تصور للمشروع نفسه عامل ازاي، ويبدا يطلع شكل المشروع ده. وبالتالي بالشكل ده يقدر يبدا ايه؟ يقدر يبدا يبيع. خدنا بالنا؟ طيب لو انا ما عنديش التخطيط بتاع، يعني انا مثلا ايه لسه بتفاوض على الارض، او انا اشتريت الارض بس لسه ما طلعتش ماستر بلان، اقدر ابيع بحاجه اسمها EOI. الEOI ده اللي هو اكسبريشن اوف انترست، انك انت بتعبر عن انك مهتم بالمشروع. طبعا بالمناسبه مش كل شركات التطوير العقاري بتبقى ناجحه في الEOI، لان الEOI ده معناه ايه؟ انك انت بتحط فلوسك في حاجه انت مش عارفها اصلا. حد اول مره يسمع كلمه EOI؟ الEOI يا جماعه ده مصطلح معناه ايه؟ اظهار الاهتمام، اكسبريشن اوف انترست. انا مهتم اشتري منك، انا مهتم اشتري منك. طب هل انت بقى اشهر حد بيعمل EOI هو طلعت مصطفى. خلاص، وهو طبعا ماونتن فيو وكل الشركات دي، بس الEOI بتاع طلعت مصطفى بيبقى بسم الله ما شاء الله بالالاف يعني. تمام، الناس بتروح تعمل ايه؟ انا عايز اشتري معاك. طب انت عارف الوحده؟ لا. طب انت عارف المكان؟ لا. طب انت عارف مساحه الوحده؟ لا. مش عارف حاجه، بس انا معاك. فبحط حاجه اسمها EOI. خلاص، طبعا في بعض الشركات بتبقى صغيره وتعمل EOI بيفرقع في وشها، لان ده مش مظبوط، انا ما اعرفكش اصلا. فبتتعمل EOI فالدنيا بتعك، فالدنيا بتبوظ. طيب، فالEOI هو اكسبريشن اوف انترست، بيتعمل في بعض الشركات الكبيره المشهوره واللي ليها ثقه ومصداقيه عند العملاء. خلاص، اللي هي الناس بتلحق تحجز مكان جوه الايه قبل اللونش. طب افضل وقت للبيع فعلا لكل الشركات هي اللونش، ان انا بلونش مشروع معايا ماستر بلان، معايا التصور بتاع الوحدات، معايا الوحدات نفسها تقريبا هتبقى مساحتها قد ايه، لان برضو بيحصل تغيير في الماستر بلان احيانا لاسباب مختلفه. تمام، معايا قرار وزاري لو انا مثلا في العاصمه، معايا تخصيص، جواب تخصيص لو انا بتكلم في المناطق الجديده زي التجمع، القاهره الجديده والمنيا الجديده وبني سويف الجديده ومش عارفين الجديده، كل الحاجات دي، ودمياط الجديده والحاجات دي، معايا حاجه اسمها قرار تخصيص. تمام، فانا معايا الحاجات دي معايا، فاقدر ابيع بقى واعمل لونش براحتي. طب انا مش معايا والدنيا يعني في الطريق، ممكن اعمل طالما انا معايا خلاص رسومات ومعايا اشكال ومعايا. تمام كده. طيب، ساعتها بيبدا اللونش. السعر ده يا جماعه هو احسن سعر بالنسبه لمين؟ بالنسبه للعميل، لانه اقل سعر واطول فتره سداد. ما انا بفضل ادفع طول المده دي. حد خد باله؟ فهو اقل سعر واطول فتره سداد. طب هو اقل سعر ليه؟ يعني ليه يا جماعه السعر بيبقى مثلا كده وبيبدا يحصل له ايه؟ بيزيد. ليه السعر بيزيد؟ لان هو في الاول هو اكتر مخاطره. يعني انت عارف الوقت ما بين اللونش وما بين الاستلام ده ممكن يكون قد ايه؟ ممكن يكون سنتين او ثلاثه. فبقعد سنتين ثلاثه مش شايف حاجه. طبعا ممكن ابدا الانشاءات بعد سنتين، يعني ممكن هنا سنتين، سنه او سنتين ما بين اللونش وما بين بدايه الانشاءات. فممكن اقعد سنه سنتين الدنيا بالنسبه لي ايه؟ صحراء، ارض كده محطوط عليها شويه اعلام وعليها سور
وعليها بيل بورد. شكرا. ده اسمه مشروع. اشتري في الارض دي. تمام كده. يعني انا مثلا افتكر كده جه في بالي دلوقتي شركه من الشركات كنت شغال معاهم. تمام. كانت في العاشر من رمضان، شركه اسمها معمار دجله. خلاص. فاحنا بدانا المبيعات اول ما عملنا اللونش، بدانا المبيعات. اول ما جه ميعاد بدايه الانشاءات قلت لصاحب الشركه وقف بيع. فرحنا موقفين بيع تماما. علينا السعر، ضربنا في 30% على طول. اول ما بدانا ايه المعدات تخش المشروع. اول ما المعدات تخش خلاص كده هضرب سعر اعلى. ليه؟ لانك انت شايف قدامك معدات شغاله. خدت بالك هنا السعر يحصل له ايه؟ انا كمطور هبدا اكسب اكتر. فانا بكسب اقل في الاول، وانا عارف اني بكسب اقل علشان اجيب عملاء كتير تخش تدفع مقدمات. بالمناسبه يا جماعه، دي برضو معلومه ليكم عايزين تكتبوها اكتبوها. المطور العقاري مكسبه الحقيقي مش في هامش ربح الوحده. مكسبه الحقيقي في ايه؟ حاجه اسمها تدوير راس المال. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده اي منتج في الدنيا، اي منتج في الدنيا الناس بتتقسم فيه على نفس الشكل ده. هشرحه لكم تاني بس في حاجه تانيه. الناس بتتقسم في اي منتج في الدنيا للشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص. بيبقى في الاول حاجه اسمها ايرلي ادابترز، يعني الناس اللي بتتبنى الافكار الجديده. دول بيدفعوا اقل سعر، ودول الناس اللي بتخاطر. فانت دايما السعر ليه قليل في الاول؟ لان الناس دي بتخاطر، هو داخل مشروع ما يعرفوش. فعشان مقابل المخاطره دي انا بديله ايه؟ سعر اقل. ونظام سداد ايه؟ اطول. طيب انت بقى تبيعها ازاي للعميل؟ هي دي بقى اللعبه. تقول له حضرتك الوقت ده هو اعلى عائد على الاستثمار. حد خد باله من الحته دي؟ احنا قلنا ايه؟ هو اولها هو اقلها واطول فتره سداد وافضل عائد على ايه؟ على الاستثمار. يعني يا جماعه اللي بيشتري فوري بيعمل ار او اي اعلى، ولا اللي بيشتري في اللونش؟ مين بيعمل عائد استثماري اعلى بناء على الكلام؟ اللي بيشتري في الاول. بالظبط كده يا اسماعيل. اللي بيشتري في اللونش ده اعلى عائد على الاستثمار. ليه بقى؟ لان هو بيشتري في اقل سعر واطول فتره سداد، لسه بيدفع اقساط على مده طويله. اللي بيشتري فوري هو قدامه العماره اهي قدامه شغاله. فالسعر ماله؟ كل ما المشروع بيتحرك كل ما السعر بيزيد. كل ما السعر بيزيد ونظام السداد بيقل. كل شويه نظام السداد بيقل، نظام السداد بيقل، توصل للفوري مثلا. ممكن يعني زمان خالص ما كانش فيه فوري غير لما يكون ايه؟ لا مش لازم كاش. زمان كانت لازم تدفع مثلا من 60 ل 70%. دلوقتي في مشاريع ممكن تدفع لغايه 30% 40%. المهم انك انت تفضل مكمل اقساط. فدلوقتي مش دلوقتي يا جماعه في فوري وبتدفع 30% بس مقدم و40% بس مقدم. في دلوقتي استلام فوري وتدفع 30% بس مقدم او 40% بس مقدم. اه في ضغط طبعا في الاقساط، بس في موجود، ده موجود 30 40%. خلاص. طيب نرجع تاني، المطور العقاري بيكسب منين؟ لو انت عايز تفتح شركه تطوير عقاري، مكسبك الحقيقي مش في هامش الربح. مكسبك الحقيقي في ايه؟ انك انت بتبدا المشروع بقد ايه. يعني مثلا انت بتبدا المشروع اهو، في اللحظه دي انت بدات المشروع اهو. معاك ايه بقى؟ دفعت ايه قبل كده؟ دفعت ايه؟ كل اللي دفعته هو ايه؟ دفعت مقدم الارض. مقدم الارض. تمام. وحاجه اسمها مصاريف التسويق. بس كده. ده اللي انت دفعته. مقدم الارض دي كام؟ طبعا حسب المنطقه، في حاجات مثلا 10%، في حاجات 15%، في حاجات 25%. خلاص. حسب طبعا تميز القطعه والحاجات دي كلها. ماكسيموم 25% 30%. فانت دفعت 30% من المشروع. دي اقل فتره مصاريف. لا لسه في مصاريف تانية، بس هي الفكره فكره ايه بقى؟ انا دلوقتي انا كمطور عملت ايه؟ معايا ارض. معايا ارض دي يعني دفعت المقدم بتاعها. صح كده؟ دفعت المقدم واشتريت اعلانات بقى واوت دورز ومش عارف مين، وعملت ايفنت وعملت لونش وعملت وجبت مش عارف المغني الفلاني والرقاص قصدي المغنيه الفلانيه، يعني عملت الحاجات دي كلها. خلاص. بعد ما عملت كل الكلام ده ولميت الولاد وجبت مش عارف مين وعملت تسويق وديجيتال ماركتنج وكل الكلام ده، دي المصاريف بتاعتي. كام في المية بقى من المشروع كل الليله دي؟ يعني تكلفه ده بالنسبه للمشروع كله كام في المية؟ لا يتجاوز 20% من المشروع. غالبا لا يتجاوز 20% من المشروع كله. طب وبقيه المشروع بقى ال 80% دي بجيبها منين؟ بجيبها من جيب العميل. انا ما بدفعش مليم واحد بعد ال 20% دي. حد خد باله؟ بجيبها منين بقى؟
من المقدمات بتاعه المشروع. ما كل ما واحد بيشتري بيحط مقدم، كل واحد بيشتري بيحط مقدم، كل واحد بيشتري بيحط مقدم. بلم المقدمات وابدا ايه، اسدد الاقساط بتاعه الارض، وبعد كده ابدا الانشاءات. بدات انشاءات وانا قاعد باخد ايه، مقدمات 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 في اقساط في مقدمات في اقساط في مقدمات، واقعد اخلي المشروع ايه، يتحرك. لكن انا دفعت بقى كل الليله دي كلها، دفعت كام في الميه؟ 20% من المشروع ده كله. عشان كده دولة مثلا زي السعودية أو دولة زي الإمارات عملوا نظام مختلف. طبعا الإمارات الأول وبعد كده السعودية عملوا نظام مختلف. قال لك تحط لي الأول حضرتك 30% من قيمة المشروع ده كله في البنك، في حسابك أنت، ويتعمل عليه حظر، ما تلمسوش. ليه؟ عشان أضمن إنك لما تحط الفلوس دي وتاخد فلوس من الناس إنك أنت ما تهربش، ما تجيش تلم فلوس من الناس وتمشي. لان في مطورين، وده حصل بس مش كتير يعني في مصر، خلاص مش كتير يعني، مش حالات كتيره قوي يعني، بس ده موجود. ان هو مطور مثلا لم من الناس مقدمات، لم وعمل ايه؟ جه بقى ميعاد الانشاء، لا يا جماعه معلش استنوني شويه، فمد سنه كمان. بدل ما كان المفروض هيبدا بعد سنتين، لا بقت بعد ثلاثه. وقاعد بيلم ايه، مقدمات مقدمات، وصرف يعني صرف، اسمه ايه ده، مقدم ارض وصرف تسويق. يعني صرف 20% و 30%، ولم فلوس كتير جدا غطت ال 20 30% دي مرتين ثلاثه، وخد الفلوس دي واختفى. خلاص كده. طبعا ده مش كتير يعني، مش حالات كتير قوي في مصر، حالات نادره جدا يعني، بس موجوده. تمام. في الدول بقى زي الامارات وبعد كده السعوديه، لا، فايقين بقى الموضوع، لا لازم نعمل حاجه اسمها حجر على او حظر على الحساب ده. تمام. وهخلي لك الاكسبورت بالانس ده مقفول عليه، وما تلمسوش انت كمطور، والفلوس تخش عليه، وراقب الفلوس دي، واتابع العميل اللي اشترى راح فين، والقصه كبيره قوي يعني. تمام. فده بيدي امان اكتر لمين؟ بيدي امان اكتر لمين؟ للعميل. ان العميل نفسه بيبقى مطمن جدا ان المشروع شغال وتمام، والدوله بتضمن لي حقي. بالمناسبه لو انا بقى اديت ميعاد لبدايه الانشاءات ما اشتغلتش عليه، الدوله بتنفخني حرفيا. دبي او الامارات كلها او السعوديه تنفخه. لو انت الفلوس اللي في البنك اللي انا قافل عليها دي حضرتك، لو ما التزمتش انا هسحبها منك. فالمطور بيبقى غصب عنه لازم ايه، لازم يشتغل في الميعاد بتاعه. فالموضوع مش سهل. الموضوع يا جماعه مش سهل انك انت تفتح شركه تطوير عقاري في السعوديه او في الامارات، موضوع مش سهل خالص. نيجي بقى لمعيار مهم جدا وبيفرق جدا جدا مع الشباب بتوع الريسيل، في حاجه اسمها عمر المنطقه. عمر المناطق يا جماعه العقاريه زيها زي البني ادمين، ليها بدايه وليها نمو وليها نضج وليها. فمثلا الفرق ما بينهم كل 20 سنه مثلا. فانت بتنتقل من مرحله البدايه لمرحله النمو لمرحله النضج لمرحله الشيخوخه. مناطق زي ايه يعني؟ مثلا حاجه زي العاصمه، دي تعتبر في الايه، في البدايه. العاصمه بدات سنه 2017. في منطقه زي التجمع، دي بدات سنه 97. في منطقه زي نقدر نقول مين، اكتوبر، دي بدات سنه 1980. في منطقه زي مدينه نصر، دي بدات سنه 1900 يعني 67، او نقدر نقول 1970. 1970 يبقى عمرها كام سنه؟ 30 و25 55. ممكن يكون اكبر من كده كمان. مصر الجديده 1920، حاجات كده يعني. طيب. فانت مثلا لو انا انهي افضل كعائد على كار واي، البدايه ولا النمو ولا النضج ولا الشيخوخه؟ ايه افضلهم كار واي؟ البدايه. اللي في البدايه سعرها قليل، وقدام مالها كل ما بتتحرك بيحصل لها ايه، بتزيد. كل ما بتتحرك بتزيد لغايه ما توصل للشيخوخه. يعني دلوقتي يا جماعه في مدينه نصر في عقارات سعرها بينزل. دلوقتي في مدينه نصر ومصر الجديده في عقارات سعرها بينزل. ممكن سعرها يزيد شويه مثلا، لا مثلا لو حصل ايه، لو اتفتحت محطه مونوريل جنب الشارع ده، لو اتفتحت مثلا حديقه العاب جنب الشارع ده، لو اتفتحت مستشفى كبيره جنب الشارع ده، ممكن الدنيا تتحرك شويه. لكن الغالب ان سعر العقار بيبدا ايه، يقل. طب ليه بيقل؟ في منطقه قديمه زي مثلا مدينه نصر، مثلا في مناطق في اسكندريه قديمه قوي، في مناطق في القاهره قديمه قوي، ليه السعر بيقل؟ لان الطلب عليها قل.
لا، الخدمات ده هي غرقانه خدمات. يا جماعه العقار اللي في الشيخوخه ده انت بتمد رجلك كده تلاقي كشك، تلاقي محل، تلاقي ده التجمع والعاصمه هو اللي بتتعذب عشان تلاقي خدمات. صح ولا انا غلطان؟ يعني اللي ساكن في العاصمه كم مركز طبي جنبه؟ لو ابنه سخن، لو فهمت قصدي مين الاقرب؟ لو انا ساكن في مدينه نصر، انا المستوصفات والمستشفيات والمش عارف مين حواليا، لو ابني سخن ولا بنتي سخنت في ثانيه ده انا مد رجلي. لكن في العاصمه، فهمت قصدي؟ فالخدمات ده بالعكس، ده هي المناطق القديمه اقرب في الخدمات. بس مشكله المناطق القديمه ان الطلب عليها بيقل. ليه بقى بيقل؟ لانها بدات تجذب، يعني كل ما المنطقه بتقدم بتجذب فئات سكانيه اقل من اللي كانت قبل كده. فانا كشخص في مستواي الاجتماعي ومستواي المالي عالي، بيحصل لي ايه؟ بسيب المنطقه القديمه واروح منطقه جديده. فاهالي مدينه نصر دلوقتي راحوا فين؟ راحوا التجمع. اهالي المهندسين راحوا فين؟ راحوا اكتوبر وزايد. صح ولا أنا غلطان؟ اهالي المنيا راحوا المنيا الجديده. حد خد باله ليه؟ انا عايز اروح بقى منطقه نظيفه، منطقه راقيه. ده في ناس في اكتوبر نفسها سابوا اكتوبر، لان اكتوبر قديمه شويه زي ما انتم شايفين، من الثمانينات. فناس سابت اكتوبر وراحت ايه؟ مثلا الحزام الاخضر، راحت زايد، راحت مش عارف كذا. بيتحرك مثلا في التوسعات الشماليه، بيتوسع، بيتحرك. ليه؟ عشان يبعد عن الدوشه والخنقه والتوك توك اللي ماشي والناس اللي مستواها بقى غريب بالنسبه له. خدنا بالنا يا جماعه؟ فالطلب الشرائي بدا يقل على الاماكن دي. الايجار ده كويس معقول برضو، مش عالي، بيبقى برضو معقول. تمام كده؟ طيب. فانا بالنسبه لي لو انا عايز اشتري عقار، اشتري دايما فين؟ في الاول هيبقى افضل بكتير. نيجي بقى للمعيار مهم جدا، وهو معيار المطور العقاري. المطور العقاري يا جماعه هو طبعا اللي بيضمن كل اللي فات ده. بيضمن كل اللي فات ده. التطوير عباره عن مثلث ليه ثلاث رؤوس. الراس الاولانيه اسمها المطور، الراس الثاني اسمه الاستشاريين، الراس الثالث اسمه المقاول. كويس كده؟ في ثلاث رؤوس للتطوير. بالمناسبة أفضل علاقة في التطوير العقاري هي إن كل راس فيهم تبقى منفصلة عن التانية. ده في مصلحة مين؟ كل ما يكونوا الثلاثة منفصلين عن بعض، مش نفس الشركة. مصلحة الراجل اللي قاعد في النص، العميل. بالظبط كده. كل ما الثلاثة دول بيتخانقوا مع بعض ومختلفين مع بعض، أنا مبسوط كعميل. طب الثلاثة بيترمخوا مع بعض، أنا مش هبقى مبسوط. أول حاجة، حاجة اسمها المطور. المطور نفسه، المطور ده هو صاحب الفكرة، هو اللي بيطور العقار وفقا للعميل. يعني هو بيحدد عميل معين ويبدأ يطور له المنتج بتاعه. فبيعمل دراسة تسويق، بيعمل استراتيجية تنافسية، يعني أنا بنافس بإيه. هو ده المطور مسؤول عن كده. كمان المطور مسؤول عن التعامل مع الجهات الحكومية، هو اللي بيدفع المقدم، هو اللي بيتعامل مع مش عارف كذا ويدخل ورق وبيمشي على المواصفات اللي حاططها الجهاز وبيعمل مش عارف كذا وبيعمل، بيتعامل مع الحكومه. كمان بيدير التدفقات النقديه. ففي اوقات يحط لا، مش معظم المطورين بيكونوا مقاولين، مش معظمهم. ده بالعكس، ده العكس هو الصحيح. معظم المطورين مش مقاولين. خلاص، وبكلمك من اول اكبر مطورين لغايه اصغر مطورين. في كتير من المطورين بيتعاقد مع مقاولين وبيجيب استشاري يقعد يتخانق مع المقاول. خلاص، يعني مثلا يعني اكبر شركه تطوير عقاري هي مين؟ هي طلعت مصطفى. خلاص، طلعت مصطفى هو عكس القاعده دي. المقاولين بقى مطورين، ده بنتكلم عن المطورين الصغننين قوي. لكن شركات التطوير العقاري القويه لا. كلمه قويه من اول السي والبي والاي. الاي كلاس يا جماعه الشركات تقريبا شركه او شركتين بس من الكبار. يعني مثلا حسن علام هو المطور هو المقاول، طلعت مصطفى هو المطور هو المقاول. تمام. لكن في شركات تانية كتير جدا لا. ماونتن فيو هي شركه المقاولات، يعني شركه سيستر كومباني، بس ايه برضو مش على وفاق يعني طول الوقت. لكن معظم الشركات التانية لا، اعمار، صادق، صبور، كل الشركات دي، الشركات المطور يختلف عن مين؟ عن المقاول. طب الشركات التطوير المتوسطه، البي كلاس كلها معظمها المطور غير المقاول. بيقولوا انها ميزه ان يكون المطور هو المقاول، فده ضمان على الانشاء والانتظام في ميعاد الاستلام. لا طبعا، ده بالعكس. ده المقاول ممكن يبوظ الدنيا والمطور يقبل ياخد المشروع منه عادي. لكن ده العكس، لما يكون المطور مختلف عن المقاول،
الاثنين يقعدوا يرازوا في بعض، يقعدوا يتخانقوا مع بعض. لا انت ما سلمتش، طب مش مستلم منك. يعني لو انا مطور وببني، لو انا عملت حاجه غلط فيتال ميستيك في المشروع، ههده. حد خد باله يا جماعه من الحته دي؟ يعني عملت خطا، مش لازم خطا قاتل، عملت خطا، هل هروح هادد المشروع اقول له لا 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 حبيبي مش مستلم منك؟ لا، ده انا هعديها عادي، واسلم العملاء عادي ويلبسوا قدام. لكن لو المطور مختلف عن المقاول، ايه اللي بيحصل؟ لا ده انا مش هسيبك، انت المفروض استلم منك واحد اتنين تلاته. انت بقى غلطت، دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. وخصوصا بقى لو عنده حاجه اسمها استشاري تنفيذ. يعني الراجل ده يا جماعه هو اللي بيتخانق مع الراجل ده. هنتكلم عن الاستشاريين دلوقتي. استشاري التنفيذ ده هو اللي بيتخانق بقى، هو اللي بيستلم، بيروح الموقع يستلم منه، وريني بقى الحيطه دي، وريني الضغطات دي، وريني توصيلات الميه دي، وريني الصرف ده، وريني الارض دي، وريني مش عارف مين ده، وريني اللاندسكيب دي، وريني. اديك صح 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 استلم منك. طب انا مش صح، مش مستلم، اضرب في دماغك في الحيط. طيب فدي النقطه. فانا طبعا من ضمن دور المطور انه بيدير عمل الشركاء، يجري بقى ورا الاستشاري بتاع المالي، واستشاري التصميم، واستشاري التنفيذ، والمقاول، هو اللي بيجري ورا الناس دي كلها. تمام، حاجه اسمها المكتب الهندسي جوه المطورين. وكمان بيضمن الحقوق بتاعه العملاء، الحقوق القانونيه، هو الممثل عن المشروع قصاد العميل. تمام. وفي نفس الوقت بيحاول دايما يقدم اعلى قيمه للعميل، لان هو مين اللي في وش العميل في الاخر؟ هو المطور، بالبياعين بتوعه بقى، بخدمه العملاء، بالتنفيذ، بالقسم الهندسي، كل الناس دي هم اللي في وش العميل. حتى البروكر نفسه، حضرتك كبروكر انت ليك دعوه بالبيعه بعد ما تمت؟ لا، انا مالي. انت بتخرج من الموضوع اصلا. العميل انت بتتابع من باب الاهتمام، ومن باب المتابعه عشان يفضل العميل ده بتاعك. لكن في الواقع الامر، في واقع الامر، مين اللي بيكمل مع العميل، انت ولا المطور؟ المطور. انا مش دعوه. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ انت المفروض تتابع والمفروض تكمل، وما تسيبش عميلك ابدا. تفضل متابع معاه، ولو في ميعاد للاقساط كمان تتابع عشان يفضل بتاعك. لكن في الاخر مين اللي في الواقع بيستلم العميل بعد ما تخلص البيعه؟ بالظبط كده. بالظبط كده. تمام. طيب نروح بقى للاستشاريين. وطبعا في ناس بتهمل جدا 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 الاستشاري المالي. دي كارثه. وبالذات يا جماعه في الوقت ده البائع الشاطر يبيع للعميل ان الشركه عامله استشاري، عندها استشاري مالي، عندها شركه استشارات بتحط دراسه جدوى. لان دراسه الجدوى دي معناها ايه؟ ان المطور ده عارف هيبني ايه امتى. واكتب الكلمه دي، الاستشاري المالي بيقدم ايه؟ المطور هيبني ايه امتى. فالاستشاري المالي بيحط حاجه اسمها دراسه الجدوى، بيحدد التكاليف وبيحدد الاسعار وبيحدد التدفقات النقديه. يعني انت هتخش في فلوس ايه امتى. لان المشروع يا جماعه العقاري هو مشروع ليه اول وليه اخر. بالمناسبه يا جماعه، ايه الفرق بين كلمه مشروع وبين كلمه عمليه؟ انت المفروض درست بقى اوبريشن، انت اوبريشن مانجمنت بقى. عشان كده في مشروع توجذر ايه؟ بالظبط كده. عنده 8 شركاء، ده موضوع تاني. بس من ضمن الشركاء بقى اللي عند احمد السيد شركه اسمها اتقان. شركه اتقان دي بقى بتعمل ايه؟ دي بتعمل دراسه دراسه الجدوى، وبتعمل الكلام ده كله. لو انت المقاول والمطور، افصل ما بين الاثنين، خلي الاثنين في بينهم خلاف، وقع الاثنين في بعض، دايما يجروا ورا بعض عشان تطلع اعلى قيمه. اه، ايه الفرق بين العمليه والمشروع؟ لا، هي العمليه ما بتخلصش، العمليه مستمره. المشروع ليه اول وليه اخر. يعني ده يا جماعه اسمه مشروع اهو، ده مشروع ليه اول اهو، وليه اخر اهو. لكن البروسيس هي حاجه ايه؟ مكمله. خلاص. يعني بالمناسبه يا جماعه، البيعه مشروع ولا عمليه؟ البيعه مشروع. البيعه مشروع ليه اول وليه اخر. لكن البيع اللي جوه الشركه، لا ده مش مشروع، ده عمليه. حد خد باله؟ يعني المبيعات، احنا حتى في اداره المبيعات بنسميها ايه؟ سيلز مانجمنت بروسيس. في بروسيس مبيعات. بس البيعه نفسها ليها اول وليها اخر. اولها بيبدا بجذب الاهتمام، اخرها بينتهي بالكلوزنج. اول واخر. خدت بقى سنه، خدت 3 شهور، خدت شهر، خدت اسبوع، اسمها بروجكت. ففي حاجه اسمها بروجكت وحاجه اسمها بروسيس. خدنا بالنا يا جماعه، لازم نبقى فاهمين المصطلحات دي.
ونبقى فاهمين الكونسبت نفسه. فانت اول حاجه استشاري مالي ده بيحط دراسه الجدوى، بيحدد التكاليف، الاسعار، الحاجات دي كلها. طبعا بيحدد الكلام ده وفقا للاوضاع الاقتصاديه. يعني في حد مثلا، يعني انا اشتغلت مثلا مع اتقان في توجذر، اللي هو جولدن هاب اللي قبل كده في شركه جولدن فيو. شفت الدراسه بتاعتهم، واحمد السيد كان عرضها عليا وكل الكلام ده. احمد السيد حد من ولادي يعني. تمام. وشفت شغلهم في الغزالي في بني سويف. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لما جه ينزل في بني سويف لقى الاسعار مختلفه عن اللي هو يعرفه. هو متعود على اسعار بتاعت التجمع واكتوبر والحاجات دي. نزل في بني سويف الاسعار مختلفه. فجه عمر غزالي ربنا يكرمه يا رب، حد شاطر جدا ومحترم جدا، قال له مالكش دعوه بالحته بتاعت الاسعار، انا هظبطها لك انا. انت قول لي ايه الهيكل بتاع الدراسه وانا اقول لك الاسعار ماشيه ازاي. فهنا دراسه الجدوى مبنيه على ايه؟ على معرفه الشخص نفسه بالسوق اللي هو بيبيع فيه، وطبيعه العميل، وطبيعه الاقتصاد اللي بيتكلم عنه. نيجي بعد كده حاجه اسمها استشاره التصميم. حد مثلا زي هاني سعد، زي الناس دي، هو بيحط افكار للتصميم. محمد طلعت. الناس دي بتحط افكار. المول ده يبقى شكله كده، الكومباوند ده يبقى شكله كده. طبعا هو مش بحط رسمه كده وخلاص، لا، رسمه بخرسانه، بطوب، كل الكلام ده، بس بيديك تفصيل هندسي وشكل هندسي للمشروع. ده اسمه استشاري التصميم. خلاص كده. طيب بعد استشاري التصميم، طبعا استشاري التصميم بيحط فكره التصميم واستغلال المساحات. يعني مثلا انا في مره كنت وحتى قلنا في المكتب هنا، كان عندنا مطور عقاري جالنا المكتب عندنا في جروف انجن. عندهم مول تصور كده، وعملوا واحد بس ايه، هو راجل ليه علاقه بيحاول يربط بالبيئه والحاجات دي، فعمل تصميم تحفه. بس التصميم ده عامل ازاي يعني؟ مرتبط باتجاه الهواء والبحري والقبلي وبتاع. جميل تحفه، بس هدر مساحات رهيبه. لما جيت انا اقول لهم يا جماعه طب المساحات البيعيه بتاعتنا قليله جدا، الشكل نفسه حلو تحفه بس مش هنعرف نبيع. وكنا بنتكلم مثلا في بدر، مدينه بدر. فقالوا لي طب حضرتك رايك ايه؟ قلت لهم يا جماعه انا هغير التصميم ده، هاتوا تصميم شكله لطيف وشكله حلو وكل حاجه، بس نخلي بالنا من المساحات البيعيه. لان الشكل نفسه طلع مساحات بيعيه، حاجات كبيره وحاجات صغيره، حاجات مش عارف واخده جنب واحده. فده مش صح. فانا برضو لازم اراعي الحاجات التصميميه دي. ثالث واحد هو الاستشاري التنفيذ. استشاري التنفيذ ده بيدي تفاصيل مواصفات التسليم. انا هسلمك مشروع عامل ازاي، شكله عامل ازاي، بيتحرك ازاي. تمام كده. وفي نفس الوقت بيشرف على التنفيذ في الميعاد المحدد. بيشتغل معاك على التنفيذ في الميعاد المحدد. طبعا ده اللي بيراضي مين؟ زي ما قلنا المقاول. بالظبط كده. المقاول بقى عندك هو اللي بينفذ وفقا للمواصفات، وفقا للميعاد المحدد. وفي نفس الوقت بيسلم لاستشاري التنفيذ، وبيسلم للمطور. يعني هو بيسلم ده وبيسلم ده. طول ما العلاقه ما بين الناس دي متوتره، انت العميل مبسوط. تمام. طول ما هم بيقطعوا في بعض انت مبسوط. ده بيأثر على ايه؟ يعني المعايير ال 12 اللي احنا قلناهم دول بيأثروا على ايه بقى؟ اول حاجه بيأثروا على سعر العقار نفسه ونظام السداد. بيأثروا على جوده السكن او التشغيل. بيأثروا على ارتفاع الار او اي بتاع الوحده. طيب لو قلنا ايه هي مكونات، ركزوا يا جماعه الحته دي، الكلام ده يا جماعه للاسف محدش بيقوله. يعني معظم اللي انا قلته ده للاسف الشديد محدش بيقوله. صح ولا انا غلطان؟ يعني في ناس هنا ما شاء الله خبرات في العقارات، هل سمعت كل الكلام ده اصلا في الشركه بتاعتك؟ للاسف غالبا لا. تمام. طيب ايه بقى تاثير العقار؟ طب انا سعر العقار نفسه ونظام السداد بتاعه بحسبه ازاي انا كشركه تطوير؟ من اربع مكونات. اربع مكونات. اول مكون هو ايه؟ سعر الارض بناء على الموقع والندره وعمر المنطقه. بالمناسبه ليه المطورين الكبار ما اشتغلوش في العاصمه لغايه النهارده؟ ليه المطورين الكبار الميجا، الويلز، الحيتان بتوعنا الكبيره؟ عشان سعر الارض عالي عن اللي هم متوقعينه. المطور العقاري يا جماعه، المطور العقاري اصلا ما يقدرش يلعب في الايه، في رقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه، ما يقدرش يلعب فيهم. في اربع عناصر: سعر الارض، مواد البناء بتاعت المبنيه عليها مواصفات التسليم، سمعه وقوه المطور واللي بيقدمه من ضمانات وكفاءات اداريه داخليه وخارجيه اللي بتضمن مستوى تنفيذ المشروع. رابع حاجه ايه؟ حجم الطلب من العملاء والمنافسه والاوضاع الاقتصاديه.
انا كمطور عموما اقدر العب في مين من الاربعه؟ الحاجه الوحيده اللي اقدر اتحرك فيها لو انا مطور كبير هي مين؟ هي سعر الارض. فعشان كده مطورين كبار بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيروح رايح بعيد، ياخد قطعه ارض بعيده جدا فسعرها يبقى ايه؟ قليل جدا، فاقدر بقى اكسب اكتر. حد خد باله؟ وكمان الدوله بتبقى مبسوطه من ده. يعني الدوله يا جماعه بتفرح لما المطور ياخد ارض بعيده ولا ما بيفرحش؟ بيفرح جدا، وبيديله تسهيلات كمان. ليه؟ لان هو لما بيطور منطقه بعيده من الاول القديم لغايه الجديد، كل ده هو مستفيد. الدوله بقى نفسها بتبيع اراضي على حس الارض دي، فانا كدوله هبقى فرحانه جدا. يا باشا خد الارض، يا باشا خد الارض من غير فلوس، ادفع جنيه في المتر. فهمتوا قصدي؟ خد يا باشا اللي انت عايزه. ليه؟ انا بقى كدوله بستفيد، انت بتعمر لي المنطقه دي واقدر ابيع على حسها بقى قبلك وبعدك وكل الحاجات الحلوه دي. كويس. وبالمناسبه كمان لو انا مثلا عندي مشروع، انا كدوله بوصل لك المرافق لغايه النقطه دي. يعني لو انا عندي مثلا خطوط ميه بقى وغاز وكهرباء والكلام الحلو ده وصرف والكلام ده، بوصل لك لغايه هنا. انت بقى عيش جوه، ماليش دعوه. خدت بالك؟ فانت هنا بقى المطور العقاري الكبير بيختار المناطق الايه؟ البعيده. خدنا بالنا يا جماعه؟ بالمناسبه يا جماعه، في الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي، ايه اللي سعره نزل وايه اللي سعره لسه غالي؟ يعني مواد البناء سعرها نزل، وحجم الطلب والمنافسه نزل. الطبيعي ان سعر العقار المفروض ينزل. الارض نفس السعر، وسمعه وقوه المطور والمصاريف والكلام ده كله نفس السعر، صح؟ يعني رقم واحد ورقم ثلاثه نفس السعر. الارض ما زادتش، الارض ما غليتش. ايه بقى اللي حصل؟ ايه اللي اتغير من الاربع عناصر؟ اللي اتغير هي مواد البناء. في اسعار من مواد البناء نزلت، صح ولا انا غلطان؟ غلي قد ايه؟ في انهي هيئه؟ اللي بيقول السعر غلي من الهيئه، الطرح اللي بينزل من الهيئه يا جماعه سعره بيغلي عن اللي فات. ادي يا عم سعر الارض زاد. المواد البناء رخصت ولا زادت؟ معلش يا جماعه، مش معظم الاراضي، لا، مواد البناء نزلت. مواد البناء كلها نزلت عن السنتين اللي فاتوا. كل مواد البناء نزلت كلها، خلاص، ما عدا الحاجات بتاعت التشطيبات، عشان كده المطورين ما بقوش يشطبوا. هقول لكم على حاجه، لو الاراضي يا جماعه مش كانت بتسعر بالدولار، الاراضي لو انت بتشتري ارض بتشتري بالدولار، معظم الاراضي بالدولار. طيب دلوقتي سعر الدولار ماله؟ ما هو بينزل. انت بقى زودت بقى، ده موضوع تاني. الحديد كله نزل. انا بقى كمطور، انا بقى كعميل، شايف قدامي بعناية، عارف كويس ان السعر ده بينزل. طيب لو انت بقى عندك المشروع بتاعك كل العناصر الاربعه دي زادت، اتكلم مع العميل. يا جماعه غاليه، ما هو انت لو مطور هتزعل، هتقول المواد البناء غاليه، بس انا بتكلم انا كعميل شايف قدامي ايه؟ افكر من وجهه نظر العميل. انا شايف قدامي الاسعار زادت ولا قلت عن السنه اللي فاتت، عن السنه اللي قبلها، على من سنتين، من سنتين، نزلت ولا زادت؟ انا كعميل، انا كعميل هقول لك قلت. انا شايف بعيني، ما انا مش عارف اسعار، من الاسعار معروفه. ايوه طبعا قلت، ما هو ده اللي بقوله يا جماعه. من سنتين بالظبط، من سنتين بالظبط الاسعار كلها قلت من ساعه التعويم. من ساعه التعويم لغايه النهارده الاسعار زادت ولا قلت؟ قلت. طيب بالنسبه للاراضي، من ساعه التعويم قلت ولا زادت ولا ثابته؟ في حاجات زادت وفي حاجات قلت وفي حاجات ثابته. خلاص نقول كله زاد، خلاص عشان ما تزعلوش. زادت كام في المية؟ هل زادت قصاد انخفاض مواد البناء؟ يعني يا جماعه اللي شغال في التطوير العقاري، الشباب بتوع التطوير العقاري، زمان كنا بنقول 50% ارض و50%، لما كنا بنعمل اي دراسه جدوى، 50% ارض و50% ايه؟ مواد بناء. دلوقتي بقت كام في المية ارض وكام في المية مواد بناء؟ يعني من سنتين كانت 30% ارض و70% مواد بناء. دلوقتي رجعت ل 60 40. فالارض زادت ممكن، لكن المواد البناء بقت ايه؟ بقت اقل من زمان، من سنتين. يعني ده ما قبل التعويم. دلوقتي وقت التعويم، ده في التعويم، ده بعد التعويم. فانا دلوقتي في المرحله دي، انا في المرحله دي دلوقتي. فلما اتكلم مع انا بقى، لما بيني وبين نفسي انا بقى كعميل، اقول لك يا باشا ما الارض ثابته او زادت حاجه بسيطه، طب ومواد البناء اخبارها ايه؟ فانت لازم تتعامل مع الحقيقه دي، ان في فعلا حاجات نزلت. لو انت تكلفتك لسه زايده، لو انت تكلفتك لسه زايده، تتكلم مع العميل تشرح له. يبقى الشرح اللي انا شرحته لك ده وضح لك ازاي تقدر تقنع العميل ولا لا. يعني لو انت تكلفتك زادت، هتقول له انا عندي اربع مكونات،
عندي اربع مكونات، في حاجات نزلت صح بس في حاجات تانية ايه عاليه. حد فاهم قصدي يا جماعه؟ يعني حتى لو انت اسعار التكلفه بتاعتك زادت، التفنيده دي فادتك ولا ما فادتكش؟ لازم تكون فادتك. لو سعرك زاد تقول له سعر زاد عشان واحد اتنين تلاته، خدت بالك؟ طيب، في نفس الوقت ده بيفيدك في جوده السكن او التشغيل، وبيفيدك في ارتفاع العائد على الاستثمار. حلو جدا. البائع الشاطر بقى لازم يرتب الاولويات بتاعه العميل بناء على الاختيارات دي. انت عندك المطور نفسه، طبعا الهدف من الشراء، المطور نفسه، الموقع والكوميونتي اللي حواليه، المساحه والغرف الافراد، ميعاد الاستلام، السعر، نظام السداد. فانت لازم انت كبياع تعرف طلبات العميل وتقعد تكتبها هنا، وتبدا تختار مع العميل، وتبدا الاختيارات دي تقعد تحركها لغايه ما توصل لانسب اختيارين مع العميل بتاعك، عشان تقدر تستفيد من وصف رحله تجربه شراء العميل خلال كام سنه. في حاجه اسمها العمر الافتراضي للعقار. ركزوا في الحته دي يا جماعه كويس قوي. الجمله اللي انا هقولها دلوقتي هتوديك فكريا في حته تانيه. ركز، كله يركز، كله يركز، دي اخر حاجه نقولها النهارده. لما تيجي تبيع العقار بتاعك للعميل، ما تبيعهوش مصيبه البياعين العقاريين وكل كل المنتجات، بس العقاريين اكتر. العمر الافتراضي للعقار يا جماعه 100 سنه. العمر الافتراضي للعقار 100 سنه، ده المبنى نفسه. لكن لو انت ليك حصه في الارض فانت مدى الحياه. المبنى الخرساني ده العمر بتاعه من 50 ل 150، ده بالدراسات الهندسيه. الشاطر بقى يعمل ايه؟ ركز بقى في اللي انا هقوله ده. لما تيجي تبيع العميل قول له كده، تقول له انا مش عايز، ركز يا جماعه ركزوا في اللي انا بقوله، وده جمله تقدر تستخدمها، جمله تقدر تستخدمها بكره لما تتكلم مع عميلك. تقول له ايه؟ انا مش عايز حضرتك تفكر في العقار النهارده وبكره، انا عايزك تفكر فيه لمده 100 سنه من النهارده. يعني حضرتك وولادك واحفادك، 3 اجيال. فلما حضرتك تشتري عقار، انا مش عايزك تفكر فيه النهارده وبكره، انا عايزك تفكر فيه لمده 100 سنه على الاقل، حضرتك واولادك واحفادك. طبعا ما تقولوش بعد عمر طويل، لان كلمه بعد عمر طويل افتكر انك انت بتفول عليه. خلاص، انت تقول له حضرتك واولادك واحفادك. فانا لما بستثمر او لما بشتري عقار، انا مش بشتري عشان النهارده، انا بشتري عشان ال3 اجيال دي. بالمناسبه يا جماعه الجمله اللي انا قلتها دي بس مش ممكن تخلي العميل بدل ما يدفع مليون يدفع اتنين، بدل ما يدفع خمسة يدفع 10، بدل ما يدفع 10 يدفع 20. اه، الجمله دي بس، حد خد باله؟ فانت لازم تلعب على الحته دي. طبعا هتقدر توصف المسيره دي ازاي؟ عن طريق الوصف لكل حاجه من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. لما يجي عميل يقول لك ايه، مش القسط ده عالي شويه؟ مش بنتكلم في مثلا 80,000 في الشهر؟ ده قسط عالي شويه. تقول له انا معاك جدا، بس انا مش عايز حضرتك تفكر في العقار النهارده وبكره، انا عايزك تفكر في ايه؟ 100 سنه على الاقل. يعني حضرتك واولادك واحفادك. هو قال لك انه هيسكن، فتقول له احنا عايزين نسكن ازاي، عايزين نعيش ازاي في ال100 سنه دول؟ عايزين نعيش في مكان يليق بحضرتك واولادك. طب قال لك استثمار، تقول له احنا عايزين نعيش في مكان، او عايزين نأجر، نقدر نمتلك عقار يجيب لحضرتك اعلى ROI لمده 100 سنه على الاقل. حد خد باله يا جماعه؟ كده انت وديت العقار بتاعك فين؟ في حته تانيه خالص. صح؟ كده احنا خلصنا المحاضرة. هناخد 3 أسئلة بس. ازاي انا كبروكر اقدر انمي مهارتي البيعية واخلي العميل يثق فيا؟ بيقول ايه الشعور بتاع الجملة دي يا دكتور؟ يعني انا كده بوصله لايه؟ بتوصله ان هو يعرف القيمة اللي في العقار بتاعك، تقدر تقنعه بشكل افضل، تقدر تفهمه اللي انت بتقدمه. في حد بيفكر يشتري ارض في الحزام وفدانين ونص مثلا ويبنيهم ويبيعهم، بس لسه مش عنده شركة او اسم يبيع بيه. يا اما تحطهم ضمن يعني تخش مثلا في شراكه مع شركه من شركات التطوير اللي بتعمل نظام تسويق يعني في شركات بتاخد قطعه ارض تبنيها وتسوقها، تمام. وفي شركات تانية بتخش شراكه في البنى، في شركات تانية بتاخد شراكه في التسويق، وفي شركات بتاخد بيع حصري. حاجات. ازاي انا كبروكر اقدر انمي مهارتي البيعيه؟ انك انت تطور نفسك، تحضر سيشنز زي دي، تحضر معانا كورس في المبيعات العقاريه. ايه رايك ادخل بيت الوطن حي التاني مشاركه بالمباني وانا ماليش سابقه اعمال؟ ماشي، ما هو
انت بتبيع بسابقه اعمال مين؟ الشركه الثانيه اللي معاك، لغايه ما يبقى عندك اكتر من سابقه اعمال. يعني معظم المطورين اللي موجودين مثلا في التجمع او اكتوبر وزايد، هو بدأ ازاي؟ يا اما دخل تحت عباءه شركه تانيه، هو عنده مثلا ارض وعنده انشاءات، او التانيه بتشارك معاه في الانشاءات. محتاج اعرف معلومه، هل المبيعات جزء من التسويق؟ اه طبعا. حضرتك المطور. طيب انت بقى لو انت ما عندكش سابقه اعمال، بتخش تحت اسم كيان كبير. يعني حاجه من الاثنين، يا تعمل انت الكيان وتصرف بقى براندنج وتصرف على المقر بتاعك وتجيب اللي مش عارف مين، يا اما انك انت تدخل تحت شركه كبيره. طب انت الشركه الكبيره بتاخد انت شراكه، بتاخد مثلا اماكن يعني مثلا قطع اراضي تانية، او تدخله معاك شريك في المباني او التفاصيل دي. ففي تفاصيل كتير في الحته دي، في اختيارات كتير جدا حسب دراسه الجدوى بتاعتك يعني. طيب التسويق هو المظله الكبيره، واحنا المبيعات جزء من المظله الكبيره دي. طيب نكتفي بهذا القدر.